الراجل ده شكله كده عشان ابوه يبقى عم امه. ركز معايا عشان تفهم. القصه بدات في القرن ال16 لما العيله المالكه في اسبانيا قررت تحافظ على نقاء السلال، وقالوا محدش يتجوز من بره العيله، لدرجه ان الاخ كان ممكن يتجوز اخته. بس المشكله ان النقاء ده وراثيا كان كارثه. بص، في عالم الوراثة عندنا صفات سائدة وصفات تانية متنحية. خلينا أبسطها لك بمثال عشان تفهم. لو أمك عندها جين لون العيون البني وده جين سائد، وأبوك عنده جين لون العيون الأزرق وده جين متنحي، فأنت بنسبة كبيرة هتطلع عيونك بني، لأن الجين السائد هو اللي بيغلب. يعني السبب اللي بيخليك أنت وإخواتك شبه بعض هو إنكم ورثتوا نفس الصفات السائدة. طب إمتى بقى بتظهر الصفات المتنحية دي؟ ببساطة لما اتنين قريبين وراثيا يخلف، ساعتها الجينات المتشابهة بتتجمع والمتنحي بيبدأ يظهر أكتر من السائد. وده اللي حصل في العيله المالكه دي. فضلوا يتجوزوا من بعض جيل ورا جيل لحد ما الصفات المتنحيه سيطرت تمام، وظهرت مع الوقت تشوهات خطيره، وفي الاخر السلاله دي انتهت تمام. فنصيحه، بلاش فكره نحافظ على نقاء السلاله، احنا مش ملوك اسبانيا. فكر في جيناتك قبل ما تتجوز. انا محمد شرف بقدم محتوى علمي، لو مهتم بالعلوم ما تنساش تتابعني.